الاهلي النهارده بيخسر من طلائع الجيش 2-1 في كأس العاصمة اللي احنا داخلينه زي قلتنا. بيقول لك طيب ماشي يا خاطر، بيجرب الناشئين، بيجرب الدكة، بيجرب. كأس العاصمة ده يعني فضح الاهلي وفضح دكة الاهلي. لما لعب بالشباب قلنا ماشي، ده بيخسر، ده بيجرب الشباب وبنشوفه وشفنا سيد ابن سيد معوض وشفنا. قلنا ماشي، في لعيبه هتطلع معانا، والاسيوطي وده والولا ابراهيم القاسم. في لعيبه يعني ليها حق، اللي هي ممكن تطلع فريق اول. وفكره اللي ايه ده 18 سنه في الناشئين. 18 سنه يا جماعه، 18 سنه ده بيلعب في فريق اول في اوروبا. هتقول لي لا، ما العقليه مختلفه. هقول لك الماتش الوديه اللي احنا عمالين نلعبها دي في كاس العاصمه دي فضحت الدكه بتاعت الاهلي النهارده. طب الاهلي خصم من طلائع الجيش النهارده في مين؟ في التشكيل الاساسي كله. هتجيب لي 3 4 من الناشئين اللي هم ماشي من اولهم حمزه علاء، محمد عبد الله، ان محمد عبد الله مش يعتبر مش من الناشئين دلوقتي. فدلوقتي في كارثه عندك. انت دلوقتي عندك اللي بيلعبوا يعتبر الاساسي، انت جريديشار وكل اللعيبه اصلا والشحات وكله كان بيلعب النهارده. تخسر من طلائع الجيش. يعني انت دلوقتي خلاص الدكه باللي عندك دول كلهم ما يسدوش. انت عندك اللعيبه بتاعت المنتخب مصر اللي هم محترفين، انت كنت جايبهم اصلا، اللي هم اغلبيتهم الصفقات كلها الجديده. هي دي اللي شايله الفريق. مع ان كمان ابن محمد بن رمضان كان بيلعب النهارده. يعني اتفاجئت ان محمد بن رمضان كان بيلعب النهارده، والاهلي بيخسر النهارده. الصراحه يعني الحمد لله احنا ارتحنا من كاس العاصمه، خصوصا ان انت كمان طلعت من كاس مصر بفضيحه طبعا من يعني فرقه درجه تانية ومركز خامس تطلعك. وانت عملت امال بتجرب على اساس ايه؟ يعني انت بتجرب وعمال بتشوف الناشئين وبتشوف الدكه في كاس العاصمه، تروح تلعب في كاس مصر تطلع. طب دي بطوله، دي بطوله رسميه مش وديه. يعني ده احنا خسرناه، ودي حاجه طبعا زعلتنا. اول بطوله للاهلي طبعا في الموسم دي، باي باي مع السلامه. فاتمنى بقى خلاص ايه، نبدا نفور بقى، نبدا نفور، لان كده ايه، كده حلو قوي عليهم.